روكتان ممتاز جدا للبشرة، بس في آثار جانبية لازم تعرفها، وإزاي ممكن تعالجها، وإزاي تقدر تستفيد من علاجها كمان. شوفوا معايا الفيديو للآخر وهتعرفوا إزاي. ناس كتير بتاخد أدوية زي الروكتان أو غيره لعلاج حبوب الشباب، وفعلا النتائج بتكون ممتازة جدا، لكن في أعراض جانبية بتبدأ تظهر، زي جفاف شديد في البشرة، تساقط للشعر، زيادة الدهون الثلاثية اللي هي الترايجليسرايد، والتهابات. هنا بقى بيجي دور الأوميجا 3، لأنها من أقوى مضادات الالتهاب، وبتساعد في ترطيب البشرة وتقوية الشعر من جذور، وتقليل الدهون الثلاثية في الجسم. بس مش اي اوميجا 3 ينفع، لازم تكون نقيه خاليه من المعادن الثقيله، وتكون تحتوي على اعلى تركيز من الدي اتش اي والاي بي اي. وهنا بقى يجي دور الاستروميجا. اوميجا 3 طبيعيه بزيت السمك النرويجي، وده معناه جوده ونقاء واعلى تركيز من الدي اتش اي والاي بي اي. بيديك تركيز مجتمعين مع بعض 900 مللي جرام، بتوتال تركيز في الحبايه الواحده 1500 مللي جرام. يعني تقدر تاخد حبايه واحده يوميا كفايه جدا. والجميل جدا انها بدون ريحه او طعم السمك. يعني بغض النظر عن الروكتان، لو عندك كوليسترول او جفاف او تساقط شعر تقدر تاخد الاستروميجا، هيساعدك جدا. واخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدت من المعلومه ما تنسانيش من لايك ومتابعه، والسلام عليكم.